وبعد ما اتقابلنا وشفت المخطوطة اللي كان كلمني عنها، واللي كانت عبارة عن خريطة لمكان حسيت إني شفته قبل كده لكن مش فاكر فين. وكان مكتوب تحت الخريطة كلمات باللغة السومرية واللي كان معناها بالعربية: ما بين الأربعة فصول يمر الثلاثة ليالي، بين الأول والثاني القوة، وما بين الرابع والثالث الحكمة، وما بينهما النور، فزهور الملوك لا يملكها إلا الملوك. وكان في ظهر المخطوطة توقيع باسم كاهن الإله مردوخ. وبالخبرة اللي اكتسبتها في المغامرات السابقة في مجال التاريخ والآثار، اتأكدت إن المخطوطة مش مزورة. وبعد فصال كان هو متجاوب معايا فيه لدرجة إني حسيت إنه ما يعرفش قيمة الحاجة اللي معاه. اتفقنا في النهاية على سعر واشتريتها منه. رجعت البيت متحمس جدا إني أعرف معنى الكلام اللي في المخطوطة، واللي اتأكدت إنه لغز محتاج لحل. جبت كل كتب التاريخ اللي عندي علشان أعرف المكان ده فين، وبعد أيام ومعاناة في البحث اكتشفت إن الإله مردوخ كان معبود في بابل، وبالتحديد كان ليه معبد لسه موجود في العراق لحد الآن، واسم المعبد إيساكيلا. سألت نفسي سؤال: ليه ما خدش أجازة أروح أزور فيها العراق؟ منها أغير جو، خصوصا إني بقالي فترة طويلة طاحن نفسي في الشغل بس، ومنها كمان أشوف مدينة بابل وموضوع اللغز. وفي اللحظة دي حسيت بالإرهاق واحتياجي للنوم. كان الوقت سرقني. طفيت الأنوار واستسلمت للنوم العميق. وفي صباح اليوم التاني قمت على رنة المنبه المزعجة. كانت الساعة لسه 7. خلعت نفسي من السرير وقمت فتحت شباك الغرفة علشان ضوء الشمس يدخل يصبح عليا كالعادة. وبدأت يومي مع مج القهوة والتفكير في موضوع الأجازة. كنت واخد الموضوع بشكل جد جدا. خلصت ونزلت من البيت في طريقي للشغل، لكن عقلي ما بطلش تفكير لحظة واحدة في موضوع اللغز. وصلت الشغل وأول حاجة فكرت أعملها أدخل لمديري وأقدم على طلب أجازة. ونزلت بعدها من الشركة وأخدت قرار إني مش هضيع لحظة واحدة من الأجازة غير لما استغلها بالشكل اللي أنا عايزه. اتحركت بعربيتي، وكان أول حاجة لازم أعملها إن أخلص شوية أمور خاصة بشغلي، وبعدها على طول أحجز على أول طيارة إلى بغداد. وعلى مدار اليوم بدأ يسيطر على تفكيري حاجة واحدة بس: لو كان ليا صديق في العراق متهيألي كان هيسهل عليا أمور كتيرة قوي. وفي اللحظة دي وأنا غرقان في التفكير افتكرت روان. روان هي صديقة أعرفها من على فيسبوك من 5 سنين. إنسانة محترمة وكمان مثقفة جدا. اتناقشنا قبل كده في مواضيع تخص الحضارة والتاريخ، بس المشكلة إني بقالي فترة كبيرة ما تواصلتش معاها ومعرفش عنها حاجة. لكن قلت لنفسي مفيش مشكلة، أخلص يومي وبعدين أشوف الموضوع ده. وفعلا خلصت كل الأمور المتعلقة بشغلي، وحجزت كمان تذكرة لأول رحلة طالعة إلى بغداد. وبعد يوم متعب جدا رحت المطعم المفضل، اتجهت للركن الهادي وطلبت الغداء. وطلعت موبايلي أشوف آخر محادثة كانت بيني وبين روان، وكانت من 5 شهور. ومن حسن حظي لقيتها أونلاين، وبدون ما أشعر لقيتني بكتب لها: عندي ليكي مفاجأة. بس كانت المفاجأة الأكبر لما وصل الرد منها، واللي كان غير متوقع بالمرة.